مرحبا ويسعد لي كل اوقاتكم. كيفكم صبايا؟ طمنوني عنكم، ان شاء الله تكونوا بألف خير وانتم عم تشوفوا فيديو اليوم. وبدي اقول اهلا وسهلا بكل شخص جديد انضم للقناه، اهلا وسهلا فيكم. ان شاء الله يا رب هيك القناه تعجبكم والفيديوهات اللي عم نزلها. وبدي اتشكر كتير صبايا اللي عم يدعموني، يكتبوا لي تعليق حلو او يعني باي شيء لو يدعموني. بدي اتشكركم من كل قلبي، ربي يسعدكم يوفقكم ينولكم اللي بالكم يا رب. فاليوم صبايا مثل عم تشوفوا حبيت اشرب شي دافي قبل ما يجي جوزي من الشغل، لانه شوي تانية رح نروح على الاكشن، لازمني شوية اغراض وحبيت اخذكم معي جولة باكشن، شو منزلين، شو في اغراض هنيك، وكمان ورجيكم مشترياتي اللي رح اشتريها من الاكشن. فالحمد لله رب العالمين قمت الصبح ضبطت البيت، فطرت ابني. انا ما بشتهي افطر الا لما يجي جوزي بنفطر مع بعض. هون صبايا مثل ما عم تشوفوا نحن طلعنا الاكشن مانو بعيد عنا تقريبا يعني 10 دقايق مشي، بس جوزي كان لازمه شغلة فرح نروح نجيبها وبعدين رح نمرق على الاكشن. رح ورجيكم شو في تخفيضات كمان هونيك، على ما اظن انه هذا الاسبوع في كتير اغراض عليها تخفيض، حبيت ورجيكم اياها صبايا. هون وصلت على الاكشن. اول شي رحت لعند هدول الماسكات بيجوا للاجرين صبايا، كتير مناح، وبستعمليها بعد يومين 3 بصير اجريكي بيقشبوا وبيزتوا كل اللحم الميت، بيصير مثل اجرين اولاد الصغار صبايا. وسعرهم مانو غالي يعني تقريبا يورو و90 سنت، كتير رخيص، بس مفعوله منيح والله يا صبايا. انا جربته. وهاد كمان مكنه فيكن تغسلوا فيها اجريكم يعني. وكمان حبيت ورجيكم هدول مثل بيجوا مكعبات معطرة، بتحطوها بالبانيو والولاد بيتحمموا فيها، ريحتهم كتير حلوة صبايا. احيانا بجيبهم لاولادي فبكيفوا عليها. انا عندي ابني الصغير وبنتي بكيفوا على هيك شغلات، فبجيب لهم اياها بحط لهم اياها بالبانيو، وريحة الجسم بضل كتير حلوة. فهوك بيجي مجموعات كمان، وفيك تشتريها كل قطعة لحال، وسعرهم كتير رخيص صبايا. كمان حبيت ورجيكم هذا الماسك بيجي للجسم بالاسبوع مرتين، يعني بتقشروا فيها جسمكم صبايا. فيها زيت اللوز، فيها صابون الاسود، كتير منيح، بنصحكم فيها. وسعره كتير رخيص كمان والله، يعني حسب سعره مفعوله كتير منيح. فاخدت واحد منه. وكمان حبيت ورجيكم شو في اغراض يعني. هدول الصابونات عجبوني، بتاخديها للولاد الصغار بتحطيها بالحمام صبايا، بيغنوا يعني بشجع الولاد انه يغسلوا ايديهم بعد ما يروح على الحمام. فكتير حلوين والله عجبوني، وسعرهم معهم غالي يعني يورين و60 سنت. فاللي حبيت ورجيكم اياه اللي حاب يجيب لاولاده. وكمان هيك كان في ماسكات شايفين صبايا، يعني عدة انواع، بس صراحة انا ماسكات ما بستعملها يعني، ولا مرة اخذت لا من الاكشن ولا من اي مكان، يعني ما بسترجي احط شي على وشي. انا الشي اللي باخد انه فيتامين سي سيروم من الدي ام بستعمله، بس انه ماسكات هيك ولا مرة حطيت على وشي. يعني انا ماني مجربته، بس حبيت اورجيكم اياه انه شو في ماسكات هنيك. شايفين صبايا يعني اسعارها كتير رخيصة. وهاي هاي كمان فيك تغسلي فيها وشك. شايفين صبايا سعرها 3 يورو تقريبا. وهذا الموديل صبايا حبيت اورجيكم اياه، فيكم تنظفوا فيها بشرتكم، بتنظف يعني المسامات. وهي كمان بيساوي مساج للبشرة يعني الأكشن بيدلل العالم، يحط فيها كل شي. وهذا الماسك بالقهوة أنا ماني مستعملته، بس ابني مرة جابه هو استعمله، ما بعرف يعني أنا ولا مرة مجربته. وهون في زيوت صبايا مثل ما بتشوفوا، هدول السيروم بستعملوها كمان للبشرة. وهدول الزيوت كتير مناح، في زيت اللوز، في زيت الخروع، في عدة يعني أنواع من الزيت، وسعرهم كتير رخيص صبايا، يعني بتلاقيها برا لسه أغلى. هون سعرهم تقريبا 3 يورو، يعني يورين و95 سنت. وكمان هدول الزيوت حبيت ورجيكم اياها. هديك الفيديو اللي قبل هاد ورجيتكم الزيوت اللي بستعملها لشعر بنتي. هون كان في عدة زيوت شايفين صبايا منزلين. انا هدول ماني مستعمله، بس هاي انا اخذت منها ورجيتكم اياها بالفيديو الماضي. رح استعملها، رح شوف اذا نتيجتها منيحة ولا لا. هاي النوعية كمان منيحة، تقريبا نفس الموديل اللي عندي، فما بعرف كمان هذا ماني مستعملته، بس حبيت ورجيكم شو في زيوت للشعر يعني بالاكشن. بس انا حسب تجربتي بنصحكم انه تشتروا زيوت الشعر من الدي ام، كتير مناح صبايا. والله صار لي قديش هون ما بستعمل غير الزيت اللي عم جيبه من الدي ام.
فهيك حبيت ورجيكم. كمان في هيك على معجون الأسنان كان في تخفيضات منيحة صبايا والله، يعني كان في كتير اغراض عليها تخفيض. الاكشن كل فترة بينزلوا شغلات حلوة كمان وبيساوي عروض حلوة. كمان هيك حبيت ورجيكم باسم الفرش يعني الأسنان والشغلات هيك، هدول مثل بيجوا مثل نكاشات بتنظفي فيها بعد ما فرشيت اسنانك او قبل، بتنظفي فيها الاسنان وبعدين واحد بفرش اسنانه. كمان منيح، نوعيتهم منيحة يعني. هيك حبيت فرجيكم انه شو في هونيك صبايا، وان شاء الله يا رب هيك الفيديو ينال اعجابكم. وهون كمان صبايا حبيت ورجيكم هدول وجوه الفرشات، شايفين بتجيبوها للولاد صغار، والله قماشتهم كان كتير تقيلة، بس ما كان في بعمر ولادي، يعني كان هدول للعمر الصغير مثلا 6 سنين 5 سنين هيك شغلات، وسعرهم كتير رخيص يعني 11 يورو 12 يورو يعني ماشي، بس ماشتون كتير منيحة والله يا صبايا. أنا قديش دورت إنه لاقي لعمر ولادي ما لقيت، هدول يعني للعمر الصغير، شايفين عليه طبعات وهيك رسمات، فمشانك يعني أنا الحمد لله رب العالمين ولادي كبار، فحبيت اخذ لهم شي سادة، بس ما كان في هنيك، بس كان في هيك نقشات ولاد صغار، شايفين يعني للعمر 8 سنين فيكم تستعملوا هيك شغلات. فما بعرف كل واحد وذوقه، يعني في يمكن ناس تستعمل للولاد كبار، بس ما بظن انه رسمتهم للولاد الصغار. وهون كمان كان في هيك موديلات صبايا، شايفين كان صفيان منها يعني يا واحدة يا 2، وسعرها كمان كان 11 يورو. هدول الحرامات عجبوني حلوين، يعني إذا واحد ما حاب يحط على حاله حرام فبيلبسها لبس. كان في لون الأسود ولون الزهر، هيك كم موديل من وجوه اللحف، وفي مخدات كتير منيحة يعني صبايا أنا بجيبها من الأكشن كمان، والله كتير مناح وأسعارهم مناسبة، وبيضلوا مثل ما هن، يعني في هلا مخدات بتشتريها بتخرب بعد فترة، بس اللي جبتهم من الأكشن طولوا عندي يا صبايا والله، يعني ضلوا مثل ما هن، وسعرهم كتير كتير رخيص، يعني مانو غالي درجة لما بتجيبيها من غير المكان. يعني مثلا أحيانا بجيبها من البوكو، مرة جبت زمان وندمت ما عاد جبت من البوكو، يعني ما أغراضها ماني زيادة، ما بعرف يعني أنا مجرب حسب تجربتي. صبايا حبيت كمان ورجيكم، شايفين باسم الحلويات يعني هدول القوالب، في كان كتير موديلات هيك، فيكي تاخدي من هي الموديل كتير منيح، أنا عندي منه سعره 3 يورو و29 سنت. وهذا الأسود أنا أخذت منه قبل فترة، كتير تقيل ومنيح نوعيته صبايا، في لون الزهر وفي لون الأسود، فأنا أخذت لون الأسود عندي منه. وكمان هيك في موديلات للكيب كيك كمان الصغار، وكمان في هذا الموديل أنا أخذت منه كمان بشكل قلب صبايا، كمان سعره يورو هين وشوي، كتير مناح وما بيلزقوا كمان، وحسب يعني ما أنا جربته ما بيلزقوا. وكمان هذا الكيس الحلواني، شايفين صبايا فيكن تساووا فيه مثلا الكريمات زينوا فيها، أخذت واحد منه، وفيكن كمان تساووا فيه مشبك، يعني حسب انتو لشو تستعملوها. كمان في صبية سألتني مشان مكنة السمون، شايفين صبايا هون في قياس صغير سعره تقريبا 17 يورو، وفي هون قياس الكبير كمان، شايفين فيكن تستعملوا لكل شي، سعره تقريبا 25 يورو و95 سنت، يعني 26 يورو قولوا. قبل فترة والله أنا جبت وحدة ما اشتريتها من هون، والله أنا اشتريتها كتير غالية. فهون كمان حبيت ورجيكم صبايا شو موجود هذا الطرف، في اسم هدول الخشبيات، شايفين في هيك صحون خشب، في هيك كمان للفطور بتستعملوها تحطوا عليها مثلا الجبنة الكيزة الزلامي، هيك شغلات تحطوا عليها على الفطور. وكمان كان في هيك علب جايين خشب، علبتين بيجوا بكرتونة واحدة، سعرها تقريبا 5 يورو، بيجوا واحدة للملح وواحدة للفلفل الأسود، يعني بتستعملوها كتير مرتبين، يعني نوعيتهم خشب. كمان هيك كان في هدول الطناجر الصغار، شايفين صبايا كتير حلوين، سعرهم 2 يورو. كمان هيك كان في موديل مطاول كمان،
وكمان كان في هيك مثل زبادي صغار سعرها يورو واحد يعني 99 سنت. هدول الموديل ذكروني بأيام زمان لما كانت أمي تصفيها برغل أو رز، جايين هيك 3 مع بعض ب3 يورو، يعني القطعة بتجي بيورو. وكمان كان في هيك مصفيات صغيرة، مثلا اللي عنده هو مثلا شخص واحد أو شخصين، فيك تغسلي فيها رز، فيك تغسلي فيها خضرة. هذا الحجم الكبير كان سعره 2 يورو و29 سنت. يعني حبيت هيك اخذكم جولة بالاكشن وارجيكم شو منزلين. ان شاء الله يا رب هيك الفيديو ما يكون ممل لكم وتستمتعوا فيها. وهيك صبايا حبيت ورجيكم هدول كمان المعالق، انا اخذت من هون، اخذت الفضي واخذت الذهبي، سعرهم معقول. كان منزل الاكشن هيك سكاكين طقم كامل بيجوا مع بعض مع قشارة البطاطا، سعره كان 7 يورو تقريبا. كان في عدة موديلات، وهذا الموديل كتير عجبني صبايا، يعني منيح وتقيل نوعيته. شايفين في منه هيك 2 يورو 49 سنت، وفي العريض كمان سعره كان 3 يورو. كتير تقال. انا اخذت واحدة من العريض، يعني الرفيع انا عندي منه. وهذا الموديل المعالق كمان بيجوا 3 مع بعض صبايا. شايفين سعره كان تقريبا 5 يورو. يعني كان في كتير شغلات حلوة حبيت ورجيكم اياها شو موجود بالاكشن. هيك في طقوم كمان مقلايات بيجوا مع بعض. وكمان كان في هيك موديلات شغلات يعني ازاز فيك تحطيها بالميكرويف. هدول العلب كتير مناح صبايا، تحطي فيه اكل ولما بدك تسخنيها فيك تحطيها بالميكرويف، يعني فيك تستعمليها ما بصير لها شي، يعني بتحمل حرارة. وكمان كان في هيك بتحطوا فيها مثلا خضرة او فروج تحطوا فيها بالفرن. وهدول كمان حلوين مرتبين، فيك تساوي فيها مثلا وجبة معكرونة تحطي عليها جبنة وتحطيها بالميكرويف، يعني وجبة مثلا اذا شخص او شخصين فيه يساوي فيها. سعرها كان 2 يورو. وهيك كان في كمان كتير شغلات حلوة. طناجر كان منزلين هيك موديلات 3 بيجوا مع بعض ب15 يورو. وهذا الموديل تقيل أتقل من اللي قبله، سعره كان 35 يورو، 3 بيجوا مع بعض. وكمان كان في هيك موديلات سادة. وكمان صبايا هذا الموديل قبل فترة نزل بالليدل، كان سعر الطنجرة 17 يورو تقريبا. فيكن إذا سلقتوا معكرونة فيكن تفضوا المي وهي يعني مثلا ما تصفوها، هي الغطا جاي مثل مصفاية. سعره كان شفتوا يعني رخيص كمان مانو غالي. فهيك حبيت اخذكم جولة بالاكشن. هون صبايا بعد ما وصلت على البيت حبيت ورجيكم المشتريات اللي اشتريتها بالاكشن. شو اشتريت، يعني شو الشغلات اللي جبتها. انا جبت هاي لسفرة الاكل، مثل ما عم تشوفوا بيحطوها بالنص، يعني هو بيجي ديكور وهو بيجي يعني مثل موديل مانو انه مثلا سفرة اكل. فاخذت واحدة منها. وكمان اخذت مثل ما ورجيتكم اخذت من هاي السكينة، انا عندي من الرفيعة بس هاي العريضة ما كانت عندي منها، اخذت واحدة. وكمان اخذت هيك فناجين سادة جايين خفاف صبايا كتير خفاف. انا بستغرب انه كيف رح يتحملوا الحرارة. اخذت واحدة لإلي واخذت كمان واحدة لجوزي، يعني احيانا واحد مثلا على الفطور يشرب فيها شاي او يشرب فيها شي سخن. كتير مرتبين وحلوين. وكمان اخذت هدول العلب صبايا، شايفين هي الغطا جاية عليها رسمة مسكتها صايرة انه فراشة ولونها كتير مرتب. اخذت 2 منهم. هلا حسب انتو شو رح تحطوا فيه. انا رح احط فيها سكر والمتة، انا جوزي بيحب المتة بيشربها، فاخذت هيك علبتين قلت بحط فيها سكر والمتة، يعني لما بحطها على الصحن بيكونوا مرتبين كمان وحلوين. وهي الزهرة الحلوة كتير عجبتني صبايا، شايفين زريعة هيك صغيرة. انا عجبتني اللون العلبة كتير مرتبة وصغيرة ناعمة يعني. وهذا الدوش يعني راس الدوش اخدته صبايا، شايفين لما بيكون المي بارد بيكون لونه ازرق يعني بتضوي، ولما بصير مي فاتر بصير لون اخضر، ولما بصير كتير سخن بصير لون احمر. كمان اخدتها من الاكشن. ان شاء الله بس جوزي يركبها رح ورجيكم نتيجتها، يعني لما المي تكون كيف ما كانت بتغير لونها. وهذا الماسك كمان حبيت ورجيكم اياه اللي اخدته، قلت لكم اياه صبايا كتير كتير منيح.
والله جيبوها ورح تدعولي عليها، كتير منيح والجسم بصير يعني ناعم. وهاد كمان اخدت كيس هدول الحلواني، يعني قلت بساوي فيها مثلا احيانا فيها كريم زين فيها الجاتو، او مثلا بساوي فيها مشبك حسب ما انتو شو بدها تستعملوها. اخدت كمان هيك علبة حلا جاية جوز الهند، يعني جبته للولاد قلت اذا حبوا ياكلوها. كمان جبت هدول الكاسات بيجوا موديل تركي صبايا، شايفين فيها 6 قطع. كمان جبت هيك علبتين، والله بيجوا عند الاتراك لسه اغلى، يعني بالاكشن كتير رخيص، سعره تقريبا 3 يورو يمكن اخدته، والله ما بتذكر، يعني ما بتذكر كان سعره قديش. واخدت هذا الكرسي، شايفين صبايا، شايف فروته ناعمة، اخدتها لطاولة المكياج. انا الكرسي اللي عندي صاير شوي قديم، فحبيت اخذ من هذا الموديل، موديله كمان حلو مرتب ولونه كتير عجبني، اخدت واحد. وهدول الاغراض اللي جبتهم صبايا مثل ما عم تشوفوا. ان شاء الله عجبكم الفيديو، اذا عجبكم الفيديو لا تنسوني اللايك والتعليق حلو مثلكم، واللي ما مشترك يشترك بالقناه مشان يوصلكم كل شي جديد عم نزله. وديروا بالكم على حالكم صبايا، وتضلوا في حفظ الرحمن. مع السلامه، استنوني فيديوهات جديده وحلوه ان شاء الله رب العالمين. مع السلامه.